وبما انه لسه في جزء تاني لافلام الانمي اللايف، نروح على طول على المركز الاول مع اقوى فيلم انمي لايف بدون منازع، مذكرة الموت. كانت في منافسة شرسة ما بينه وفيلم روروني كينشن على المركز ده، بس طبعا مذكرة الموت يكسب. وطبعا هنا انا بتكلم عن الفيلمين اللي اتعرضوا مع الانمي في 2006، مش البتاع اللي اتعرض في 2017. جايبين اسمر مع احترامي وتقديري للسمر، بس ما تغيرش في الشخصية بشكل جذري كده. ده غير القصة تفقع المرارة، وجايبين لايتو مراهق وبتاع بوس والكلام من ده. هنا انا مركز على اول فيلمين في 2006، ده لسه في فيلمين تانيين، واحد في 2008 عن بس، وبيتكلم عن الفترة اللي هيقضيها بعد ما لايتو ما مات لغاية ما يموت هو خلال 28 يوم. ولا الفيلم الأخير في 2016، هو المفروض فيه تكملة بس ما عملوش حاجة تاني، والفيلم حلو ورهيب الصراحة، بس غالبا ما نجحش بسبب ان ولايتو مش موجودين فيه. المهم نخلينا مع فيلمين 2006. القصة نفسها قصة الانمي والمانجا، بس الفرق هنا بان هيكشف لايتو في المشهد الرائع ده، ويموت لايتو في نفس المكان، يعني مفيش نيرو زي الانمي كده. بينما الانمي جايب ان مات الاول ونيرو كشف لايتو، بس لايتو مات في كل الاحوال على ايد ريوك. وفي الفيلم الرابع هيظهر مصير ميسا اللي مش هتكون عديمة الشخصية زي الانمي كده، هنا ارحم شوية. عدا ذلك تقريبا الاحداث نفسها، زي مثلا لما عرف مكان لايتو في اول الفيلم، ولا حتة المدرسة دي لما قبضوا على ميسا. والمانجا بتاعت الفيلم نزلت في 2003 وانتهت تزامنا مع عرض الفيلم والانمي في 2006، والفيلمين عملوا ايرادات عدت ال 85 مليون دولار. ده غير اتعمل مسلسل تلفزيوني كمان ونجح جامد، ده غير الالعاب اللي اتعملت. مش متخيلها ازاي بس ماشي. واتكلمت قبل كده عن الانمي ده في حلقة اقوى 7 انميات في التاريخ، ده غير اتكلمت عن لايتو في قائمة اذكى 7 شخصيات انمي على الاطلاق، واخدوا المركز الاول والتاني. تخيل فيلم فيه صراع ذكاء اسطوري ما بين اذكى الشخصيات، والمفضل ليا تاتسويا فوجيوارا طالع فيه كمان. تتوقع الفيلم هيبقى عامل ازاي؟